أبو تريكة بيكشف عن موقف الأهلي من التعاقد مع ثنائي سيراميكا. كشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق عن موقف النادي الأهلي من ضم أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا. وقال أبو تريكة في تصريحاته: الأمور بتسير بشكل جيد فيما يتعلق بحصول الأهلي على خدمات محمد شكري، ولكنه لم يتأكد إن كان هذا يعني انتهاء الأمور بالنسبة لعلي معلول ويحيى عطية الله. وأضاف تريكا: أما بالنسبة لصفقة المدافع فإن الأهلي بيتفاوض لضم أحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم، وهناك الكثير من الأحاديث التي ستسمعها حول ضم مدافعين، ولكن المعلومة المؤكدة هي استعارة بيكهام وإنهاء صفقة عمرو الجزار. أبو تريكة: رد فعل قوي من الأهلي بعد حكم المحكمة الرياضية. قال أبو تريكة في تصريحات له: رد الفعل القوي الذي اتخذه الأهلي عقب صدور الحكم يبين احترافية هذه المنظومة. وأضاف تريكة: تواصلت مع مسؤولين كبار في النادي الأهلي عقب الحكم، حيث اتخذ كابتن محمود الخطيب قرار بعدم التعليق تماما على الحكم لأن الفريق لديه مباراة على بطولة الدوري. وتابع: موقف الأهلي بيدل على الانضباطية والاحترافية وتقدير لموقف اللاعبين الذين لديهم مباراة هامة، وكانت التعليمات المباشرة للجهاز الفني للسيطرة على ردات الفعل داخل الفريق كأن لم يحدث شيء، القضية لم تحسم حتى الآن. ويلتقي النادي الأهلي مع فاركو في 8 مساء اليوم الأربعاء، ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.